انت شاغل نفسك بحاجات ملهاش قيمه، شاغل نفسك بناس بتتكلم عنك وحش، شاغل نفسك بامور مش بتاعتك. انت مالك فلان عمل ايه وبيعمل ايه؟ انت مالك فلان بياخد كام؟ انت مالك بنفسك؟ تسال نفسك اللي انت بتعمله النهارده هيوصلك الحاجه اللي انت عايزها ولا لا؟ تسال نفسك انت بتبذل المجهود المكافئ لاحلامك ولا لا؟ تسال نفسك انت ماشي في الطريق الصح ولا لا؟ طول ما انت مستريح انت ماشي في طريق غلط، طول ما انت ما عندكش اعداء انت ماشي في طريق غلط، طول ما انت الطريق ما فيهوش شوك انت ماشي في طريق غلط، لان الطريق الصح صعب، لان المكافأة كبيرة. تبقى عندك ايمان ان الابواب اللي انت شايفها مقفولة قدامك وراها كنز، كنز للناس المجتهدة، كنز للناس اللي بتعافر، كنز للناس اللي بتشتغل على نفسها. تبقى عارف يا جماعة ان ممكن الطريق يبقى صعب، ان ممكن الطريق يبقى ضلمه، بس المكافأة كبيرة. ربنا بيعمل مكافأة عظيمة، بيعمل مكافأة عظيمة للناس المخلصة، بيعمل مكافأة عظيمة للناس اللي بتحارب. يبقى عندك ايمان ان اهم معركة في حياتك انك تحارب عشان نفسك، تحارب عشان تبقى اقوى. انت بتحارب في طريق غلط، انت ماشي في طريق غلط. طريق الراحة مش هو الحل، طريق انك تسمع الكلام اللي يبسطك مش هو الحل، لا. طريق النجاح كله شوك، ناس كتير هتتكلم عليك وحش، ناس كتير هتعمل لك عقبات في حياتك، ناس كتير هتراهن على فشلك، ناس هتقسم 1000 مرة ان انت مش هتوصل، بس انت هتفشلهم الرهان. هتبين لهم اللي عنده احلام وايمان بيكمل، هتبين لهم ان انت عندك حاجات تدافع عنها. مين اللي قال ان حياتنا يا جماعة محتاجة البني ادم ما يدافعش عن حاجات فيه؟ لا، انت محتاج تدافع عن ابوك وامك اللي انت بتحبهم وعايز في يوم من الايام تبقى سند ليهم، عايز تدافع عن عيالك اللي لسه ما جاتش، تدافع عن احلامك. عشان كده اما تمر بظروف صعبة في حياتك وكارثة والم ما تستسلمش، وحط كل حاجة انت عايزها في كفة، وحط المشاكل التانية في كفة تانية. قول لنفسك انا مش هيأس، قول لنفسك انا مش هستسلم، قول لنفسك انا مش هسيب نفسي لحظة واحدة ان انا افرط في الحاجة دي. وبصوا للشارع، بصوا للناس حوالين، ناس بتتفنن تموت الناس بالياس، بتتفنن تطلع مليون عيب فيك، بتتفنن انها تمحيك من على وش الارض. ما هو مش عايزينك تبقى ناجح، مش عايزينك تبقى بني ادم عظيم، مش عايزينك تبقى بني ادم قوي، عايزينك اضعف مما تتخيل، لان انت لو بقيت بني ادم قوي هتهدد وجودهم. فوق بقى من الغيبوبه اللي انت عايش فيها، فوق بقى من المشاكل اللي انت حاططها على راسك، فوق بقى من العلاقه التوكسيك اللي انت عمال مخليها تاثر عليك وفي الاخر مش هتوصل لاي حاجه. فوق وابدا من النهارده حياه جديده، بتقول للناس والله العظيم لو اوريكم النسخه المرعبه مني، النسخه اللي ما بتخافش، النسخة اللي ما بتتكسرش، النسخة اللي خلاص ما عادتش الدمعة بتنزل على عينيها، النسخة اللي أقوى 1000 مرة من كل ظروف وجعتك في حياتك. من النهاردة ما عادش وقت للوجع، من النهاردة ما عادش وقت للشكوى، من النهاردة ما عادش وقت إن إحنا نتكلم في حاجات ما لهاش لازمة. من النهاردة بداية البني آدم عنده حلم، الظروف صعبة بس الحلم عظيم، الحاجات اللي انت نفسك فيها عظيمة قوي، المشاكل كتير مش مشكلة هتعدي. انا نفسي افهم مين اللي قالك ان الحياة وقفت عند المشكلة اللي عندك، مين اللي قالك ان انت مش هتكمل وتعدي الظروف اللي عندك، مين اللي قالك ان خلاص كل حاجة وقفت؟ ده بيكذبوا عليك، كل حاجة هتعدي. اللحظات الوحشة اللي بتأثر عليك دلوقتي هتعدي، اللحظات اللي بتوجعك دي هتعدي، البني ادم اللي عامل لك مشاكل في حياتك هيمشي، كل الحاجات الوحشة هتمشي اما تبقى قوي وتبقى عارف ان رفضك للحاجات دي نجاح.